عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله هو ومن معه من المؤمنين الصادقين، كان المنافقون يتربصون بهم الدوائر، وكانوا لا يفوتون أي فرصة للحط من قيمتهم والتقليل من قدراتهم، فكانوا يستهزئون بهم، وكانوا يمارسون كثيرا من السلوكيات التي من شأنها أن تضعف من عزائم المجاهدين، كالتثبيط، وكقولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وكقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكقولهم لما كانوا يستهزئون بالصحابة ما نرى قراءنا هؤلاء إلا مصفدين عند بني الأصفر، إنهم لأصحاب بطون وأصحاب كذا وكذا. فنزل قول الله جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وكانوا يقللون من الأعطيات التي يأتي بها المسلمون لتقوية شوكة المجاهدين، فمن جاء بالقليل قالوا هو ما ينفع هذا القليل، ومن جاء بالكثير قالوا إنما جاء به رياء وسمعة إلى غير ذلك. المهم كما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني حتى لو خرجوا مع المسلمين لن يزيدوهم بهذا الخروج معهم إلا الفتنة والفرقة والشتات، ويعني غادي يشتتوا لهم الشمل ويوضروا لهم الهدف. فهذا هو صنيع المنافقين، صنيع أعداء الحق والدين في كل زمان وفي كل مكان.